كان فتاح الصعيدي يمشي في أزقة القرية وظهره منحن من ثقل الفقر، لا يملك من حطام الدنيا إلا عزة نفسه. وكل 3 أشهر كان يختفي عن الأنظار ويذهب للمستشفى الجامعي. حماد بلسانه السليط كان يجمع الناس ويقول: بصوا يا خلق، فتاح الشحات رايح النهاردة يلم النصيب، بيروح للدكاترة يتمسكن لحد ما يلموله قرشين ويملأ بطنه من أكلهم، عامل فيها غلبان وهو واخد المستشفى دي مصلحة. الناس كانت تضحك وفتاح يمر بينهم كأنه لا يسمع، يبتلع الإهانة في صمت ويواصل طريقه وهدفه بينه وبين ربه. لحظة الانكسار، دار الزمان، وسقط حماد المتكبر فجأة ونقل للمستشفى الجامعي بين الحياة والموت. نزيف حاد وفصيلة دمه نادرة، والأطباء يهرولون في الممرات: الفصيلة مش موجودة في البنك، حماد بيموت. صرخ أهل حماد: اعملوا أي حاجة، الفلوس موجودة. رد الطبيب بيأس: المسألة مش مسألة فلوس، المسألة دم. بس اهدوا، فيه أمل واحد، فيه راجل بطل متعود يجيلنا كل 3 شهور يتبرع بالفصيلة دي بالذات، والنهاردة معاده. ادعوا ربنا إنه يوصل في وقته، هو الوحيد اللي هيقدر ينقذ حماد. المفاجأة المدوية: وقف الجميع يراقبون باب المستشفى بلهفة. حماد يصارع الموت وعينه على الباب ينتظر المنقذ المجهول. وفجأة انفتح الباب ودخل فتاح الصعيدي بثيابه البسيطة ووجهه الشاحب من الجوع. شهق الناس: فتاح ده جاي يشحت في الوقت ده؟ لكن الصدمة كانت حين جرى عليه الطبيب واحتضنه قائلا: جيت في وقتك يا بطل، المريض جوه بيموت وانت الوحيد اللي دمه هيحييه. دخل فتاح الغرفة ووقع عينه في عين حماد المكسورة. حماد كان ينظر إليه بذهول وخزي، الدموع تجمدت في عينه. تقدم فتاح ولم ينطق بكلمة عتاب واحدة، بل تمدد على السرير بجانبه ومد ذراعه للممرض وهو يقول بلهجته الصعيدية القوية: اسحب يا دكتور، اسحب لحد ما يقوم الراجل ده لعياله، احنا دمنا رخيص لجل كرامة ولاد بلدنا. بدأ الدم يجري من وريد فتاح الفقير إلى وريد حماد الغني. في تلك اللحظة كان كل نقطة دم تدخل جسم حماد تمحي معها كلمة سوء قالها في حق هذا الرجل. عرف الجميع أن فتاح لم يكن يذهب ليأخذ، بل كان يذهب ليمنح الحياة لمن ينهش في عرضه. الحكمة القوية أصل الرجال في الأفعال لا في الأقوال. حماد كان يملك الكلام، وفتاح كان يملك الفعل الذي يحدث. خبيئة لا يعلمها إلا الله، اجعل بينك وبين الله عملا لا يعلمه الناس، فسيأتي يوم يظهره الله فيه ليكون تاجا على رأسك ودرسا لكل من أساء إليك.